انت عارف ايه اكبر غلطة بتغلطها كمدير؟ انك بتبدأ بالناس. اي حد جديد بيترقى اول حاجة بيعملها يمسك الناس ويعمل ميتنج ويجي يقول لك تعالى انت عندك مشكلة ايه وانت مشكلتك ايه، ده عايز يترقى وده عنده مشكلة في السوق وده عنده مشكلة مع العملاء ومشاكل كتير قوي. طب تعرف ان دي من اكبر الاخطاء في المانجمنت انك تبدأ بالناس؟ بص يا باشا، المانجمنت ده مبني على 4 حروف بسيطة جدا: بي او ال سي. بي يعني بلاننج، او يعني اورجنايزنج، ال يعني ليدنج اللي هي الناس ازاي نمانج الناس، والسي يعني كنترول. طب ليه ما بدأناش بالبيول؟ باشا انت صحيت الصبح قلت اعمل ميتنج للناس، انا مدير جديد. انسف يا عم حمامك القديم، الطريقه اللي انتوا شغالين بيها غلط يا رجاله. مين كان بيتخانق مع مين ونفك ونقعد نحل مشاكل؟ انت بدأت غلط لانك اساسا ما عملتش البلاننج وما عملتش الاورجنايزنج. يعني بمعنى اصل البلاننج ده بتعمل فيه ايه؟ انت هتجاوب فيه 3 اسئله. السؤال الاول انت واقف فين؟ يعني هتعمل اناليسيز، نقط قوتك وضعفك والمشاكل والسيلز هيستوري اللي كانت موجوده قبل كده والسي في بتاع الناس، ونقراها ونحلل ونعرف كل حاجه بتحصل حوالينا عن طريق سوات اناليسيز وتكنيكس كتير. لما بدانا نفهم كل حاجه حوالينا من وضع الشركه عموما ووضع البرودكت والناس، بدانا ان احنا نجاوب على السؤال الثاني: انت عايز تروح فين؟ ايه هدفك؟ ايه الاوبجكتيف؟ ايه الجول اللي انت رايح له بالناس دي؟ الناس دي كانت عامله سيلز هيستوري مثلا سي 10 مليون، انت عايز تحط اوبجكتيف جديد مثلا 12 13 20 مليون، عايز تروح فين؟ السؤال الثالث: هتروح ازاي؟ الاستراتيجي اللي عندك اللي هتروح بيها. بعد ما تجاوب ال3 اسئله دول انت غالبا عملت بلاننج، بس فاضل لك حاجه واحده: ايه الكي بي اي اللي ماشيه في الشركه؟ الشركه بتحاسب الناس ازاي؟ بتحاسب الناس على السيلز بس ولا في حاجات ثانيه في البرفورمانس؟ زي مثلا الانبوتس، المجهود بتاع الناس بيتقسم ازاي، بيعملوا كام زياره في اليوم، كافرج، اكتيفيتي، كل ريت، حاجات كتير قوي لازم تعرفها قبل ما تبدا بالناس. لما تيجي على الخطوه الثانيه اورجنايزنج، التاسكات اللي عندك موجوده متوزعه ازاي، البادجت اللي معاك كام، قبل ما تسخن وتروح تجيب الناس في ميتنج وتقول لهم الطريقه القديمه ما بقتش تنفع، تعالى انا عندي ليكم طريقه جديده هي اللي هتحل المشكله، احنا هنعمل 1 و2 و3 و5 وهنفك. وده يطلب منك طلب تقول له ازاي ما كانش بيحصل قبل كده؟ لا ده احنا هنعمله لك يا باشا. وده ايه ده ايه ده ايه ده ما كانش بيحصل؟ لا لا لا، اعملوا لي ار تي دي وجروب ميتنج وكتروا يا رجاله. تيجي بعد كده تكتشف ان انت خدت التيم بتاعك والبست في حيط. ليه؟ لانك ما مشيتش صح من الاول. قبل ما تقعد مع الناس تعمل اناليسيز لكل حاجه حواليك وتحط اوبجكتيف مظبوط، ده اسمه الورك مانجمنت. يكون عندك البلان والسيستم واضح الاول، بناء عليه نبدا نعمل الليدنج اللي هو تقابل بقى الناس وتعمل ميتنج، ويجي واحد يقول لك باشا انا كنت بطلب كذا قبل كده وما كانش بيتعمل، هتعملها لي؟ قول له لا. ليه؟ لانك مذاكر كويس وعارف ان بوليسي الشركه مش هيخليك تعمل حاجه زي دي. فبقى الرد عندك واضح اللي هو مش هعمل ده، احنا ممكن نستبدله بكذا ونستبدل. بقيت مدير فاهم، مدير مالي هدومك، مدير مذاكر كويس فهيعرف يليد الناس. انما اسوأ غلط بشوفه من معظم المديرين ان اول حاجه بيعملها بيبدا بيها الناس ويفضل يدي في تاسكات واستراتيجي وحاجات وكده. يا عم افهم الاول، افهم الاول، بلاننج الاول ثم اورجنايزنج ثم تعالى نليد الناس. هتلاقي الموضوع سهل لانك مدير فاهم، بقيت بالنسبه له مصدر مهم كليدر في التوجيه والدايركشن والسوبرفايزنج والمعلومات. فنصيحه ليك اوعى تبدا بالناس، امشي بالخطوات المظبوطه لان الترتيب فيها مهم جدا. اخر خطوه الكنترول، انك تشوف بقى البرفورمانس بتاع الناس ماشي صح ماشي غلط، في جابس نقارن الاداء اللي هم بيعملوه باللي احنا كنا عايزينه، طلع في جاب نبدا ناخد كوركتيف اكشنز ونحل. ده الترتيب المنطقي للاداره. فارجوك لو انت مترقي جديد كمدير اتعب نفسك 2 3 في انك تفهم وتعمل بلان وتورجنايز الشغل بتاعك قبل ما تقعد اصلا مع الناس. وبالتوفيق دايما ان شاء الله.